مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده. كان عندي اوردر وانا حبيت اعمل معاكم التورته دي. تورته بسيطه جدا. لو انتي رحتي اشتريتيها من المحل بجد هتشتريها بمبلغ وقدره. هنعمل التورته دي بابسط طريقه ممكن انتي تقدري تتعلميها وتعمليها في عيد ميلاد ابنك او بنتك بابسط طريقه معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير. في بولة العجان هكسر 3 بيضات يكون حجمهم كبير. لو البيض عندك صغير يبقى حطي 4. تمام. بعد كده هجيب تلت كوباية مية، وهضيف 350 جرام دي اسبونج جاهز، وفانيليا عشان البيض، ومعلقة محسن تكون مليانة. هي المعلقة عشان ما كنتش ملياها جامد فانا استخدمت حتة كمان، وممكن معلقة خل. بعد كده هنشغل عليهم مضرب كهرباء أو عجان لمدة 10 دقايق. لو السرعة بطيئة عندك بياخد أكتر من 10 دقايق في الضرب لغاية ما القوام يتقل معايا خالص. هيبقى بالشكل ده. الاسبونج بتاعي عشان فانيليا حطيت معلقة كبيرة كاكاو خام أسباني. وبعد كده شغلت عليهم المضرب، اتخلطوا عندي كويس. هكون بقى مجهزة صينية متبطنة أو حلة لو مفيش صينية مقاس 18. بعد كده هنبطنها بورق زبدة. هخبز المقدار ده على صينيتين عشان انا عايزة التورتة تكون مرتفعة عندي، فهي هتديني طبقات اكتر. فانا حابة ان انا اعمل انا طبعا ما عنديش اللي هم الصواني مقاس 18 فاستخدمت حلل ألمونيوم عادية جدا. بعد كده حطيت المقدار بالشكل ده. خبزت الصينيتين مع بعض في الفرن على درجة حرارة 180. قعدوا معايا حوالي تلت ساعة. بعد ما خرجوا بدأت بقى أشتغل فيهم تاني يوم. هنشوف مع بعض كده خطوة خطوة. أهم حاجة نخبط الحلة كده كويس قبل ما ندخلها الفرن. أول ما استوى عندي خرجوا بالشكل دوت هبدأ بقى أقشر الوش بتاعها بالشكل ده. يعني أهم حاجة نتخلص من الوش لأنه تملي بيبقى فيه الزفارة بتاعة البيض. لو انتي حابة تخبزي المقدار مرة واحدة تمام هيبقى حلو، بس انا تملي بحب اخبز المقدار على صينيتين. بيديني طبقات كيك اكتر من انتي تخبزيهم على صينية واحدة. هنفض كويس كده الاسبونج بعد ما انا قشرته، وبعد كده هيكون عندي المنشار بتاع التورت. هنقطعه بالشكل دوت. انا ظابطه المنشار على اوطى درجه عندي. لو انت حابه الطبقه تخينه سميكه شويه عن كده خلي بقى الدرجه اللي بعديها، يعني التاني نمره على طول. ادوني 4 طبقات، والتانية دي كانت ممكن تيجي 3 طبقات معايا بس انا عملتهم طبقتين. والتورته دي كان عندي يعني طبقتين كيك تاني يعني متبقيين من اوردر تاني عندي، فانا ضفتهم عشان كمان يدي معايا ارتفاع اعلى من كده. انتي لو حابه تحطي الارتفاع دوت اللي هما ال6 طبقات اللي احنا قطعناهم تمام. انا ضفت بس طبقتين كيك تاني. اول حاجه بقى هنجيب بورد. اهم حاجه نثبت القاعده بكريمه علشان التورته بتاعتنا تروح للعميل سليمه، ما تتحركش منك. هنبدأ بقى نحط فيها كريمة، وبعد كده هنجيب أول طبقة هحطها برضو بالكريمة، وهفرد الكريمة واكون عاملة بقى الجناش مجهزاه. وبعد كده هفرد الطبقة التانية. بنكون مجهزين الشربات بتاع الكيك أو ممكن جناش بنخففه. ده اللي موجود عندي كان جناش. خففته بربع كوباية مية أو ممكن ربع كوباية لبن. وبعد كده بدأت أزقي بيه طبقات الكيك بالشكل دوت. حطيت برضو بعد ما فردت الكريمة حطيت طبقة جناش، وبعد كده كل مرة ببدأ اضغط الكيك ضغطة خفيفة جدا. علشان خاطر الكيك يبقى ماسك واحنا بنقطعه مع بعض. بصوا كل مرة ببدأ افردها. بسوي كويس جدا السطح بتاع الكريمة بالشكل دوت قبل ما احط عليه جناش. لو انت حابة تحشي بمكسرات او بشوكولاتات كريسب تمام احشي. انا عشان طلب العميل بيبقى يعني ببقى ملتزمة بطلب العميل هو محتاج ايه. بعد كده زقيت الكيك برضو بطبقة الجناش اللي احنا مخففينها زي ما احنا اتفقنا بربع كوباية مية او بربع كوباية لبن. بعد كده بدأت أزقي الكيك، وبعد كده عملنا طبقة كريمة
وحطينا عليها طبقة جناش بالشكل دوت. اهم حاجة في التورتة دي ان يكون الارتفاع بتاعها عالي عشان تديكي شكل حلو، وبتبقى التورتة بتاعتك مميزة وبتبقى حلوة. بعد كده جبت برضو طبقة الكريم فردتها بالشكل دوت. انا محبتش اطول عليكم الفيديو، فانا اختصرت الفيديو عشان خاطر برضو الوقت بتاعكم. لكن احنا في فيديوهات كتير عملنا كريمة. وزي ما انا قلت لكم، الكريمة اي نوعية كريمة انت هتضيفيها، يعني مثلا تحطي كوباية كريمة على كوباية مية، وبعد كده هنضيف معلقة كريمة باستري، او لو عندك لبن باودر ممكن نحطها. كل دي تطعيمات بطعم الكريمة معاكي. وبرضه ممكن نحط نوتيلا في الكريمة أو جناش، المتوفر عندك. وطبعا كوباية الكريمة ممكن تاخد منك كوباية ونص مية، طبعا حسب الجو. لو الجو حر هتاخد كوباية مية واحدة، وحسب برضو نوعية الكريمة بتاعتك. بعد كده خلصت تجليس وبدأت حطيت التورتة في الفريزر. ضربت بقى كريم شانتيه اللي هو بقى لون أبيض. ما ضفتش عليه أي حاجة غير هنضيف عليه الألوان. العميلة كانت طالبة مني التورتة لون موف، ما كانش متواجد عندي اللون الموف، فبدأت أجيب اللون البينك واللون اللي هو الأزرق. ضفت نقطة من اللون البينك ونقطة من اللون الأزرق، اداني اللون الموف، كان لونه حلو جدا. فلو انتي مش موجود عندك اللون الموف، عايزة اقولك ان انتي ممكن تستعملي اللون الأزرق والبامبا اللي هو اللون البينك، وتقلبيهم كويس مع بعض بالكريمة كده، هيدوك اللون الموف. بصوا اداني اللون الموف بالشكل ده. جبت بقى القمع اللي هو البلبلة الواسعة، بدأت بقى أجلس التورتة بعد ما أنا خرجتها من الفريزر. وقعدت حوالي ساعتين عندي، لمينا بالكريمة البني الفتافيت بتاعة الكيك بالشكل ده، غلفتها كويس. بعد كده بدأت بقى أبدأ أجلس التورتة من بره. حطيت بقى طبقة كريمة تكون تقيلة، أهم حاجة في التجليس الخارجي تكون الكريمة بتاعتك تقيلة جدا. ما لو كنت تقيلة هتظبط معاكي وهتريحك كتير قوي في الشغل. بعد كده كل ما الاسباتولا بتاعتي تكون بقى اتملت كريمة، بشيل الكريمة الزيادة وببدأ اشطفها شطفة كويسة، وبعد كده بنعم بيها الوش بالشكل ده لغاية ما السطح يبقى عندي التورتة أملس بالشكل ده. عشان اعمل التمويجة كان عندي الاسباتولا اللي هي المشرشرة دي، بدأت اعملها بالشكل ده رايح جاي، ادتني الموجة اللي انتوا شايفينها دي، كانت شكلها حلو جدا. ده كمان الكاميرا بجد كانت ظلماها، لكن هي في الحقيقة كان شكلها حلو قوي وكانت واضحة. لو مش متوفر عندك الاسباتولا دي، في ناس كتير طبعا ما بتبقاش موجودة عندها، ممكن بظهر معلقة بعمل الموجة. هي مش بتطلع معاكي نفس الشكل ده، بس هتديكي برضو موجة حلوة قوي. بظهر المعلقة وبتحركي القاعدة الدوارة وتعمليها رايح جاي، هتدي معاكي تموجة حلوة جدا. انا كنت حابة ان احط بقى فراشات بالشكل ده، كان طلب العميلة. جبنا بقى الفراشات دهيت، وبعد كده طبعتها في مكتبة وبدأت اتني الفراشات تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنبدأ بقى نلزقها على التورتاية بشكل عشوائي. ممكن نحط واحدة صغيرة جنب واحدة كبيرة فراشة، فبتنطق معايا التورتة وبتدي شكل حلو جدا. لو انتي عايزة مثلا اي شكل تاني غير الفراشات، ممكن تحطي اي شكل تاني، يعني بتدي شكل حلو معاكي. والتورتة دي بجد حلوة جدا. لو انت حبيتي تعمليها، التورته دي مش صعبه خالص، سهله جدا، ممكن اي حد مبتدئ يعني بيتعلم لسه التورت هيعرف يعملها بطريقه سهله جدا. حطيت بقى الفراشه دي من فوق، ادت برضو شكل حلو جدا معايا للتورته. ممكن لو انت عندك اي مثلا وانت بتعملي اللي هي مثلا الموجة دي فيها اي حاجة مش عاجباكي، هتلزقي فيها الفروشة دي، هتداري العيب اللي فيها وهتديكي شكل حلو جدا. بعد كده بقى هيكون عندي اللي هي شوكولاتات الكريسب، هوزعها بقى بشكل عشوائي على التورته. لو مش متواجد عندك تمام، يبقى الفراشات كده زي الفل. بصوا انا بدأت اوزع كده الكريسب. بيدي شكل برضو حلو جدا للتورته. بصوا بعد ما وزعت بقى الكريسبات كلها ادت شكل حلو معايا.
يا ريت بقى النهاردة تتشجعي كده وتقومي تعملي حتى لو تورتاية صغيرة، هتبقى برضه من إيدِك زي العسل. وبكده بقى فيديو النهاردة خلص، يا ريت الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.